السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلاب، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. يا أيها الطلاب، اليوم معكم سؤال. كل واحد منكم يطرح بالورقة اللي قدامه يطرح فيها إيش يطمح أو إيش يحلم أو إيش بيكون بالمستقبل إن شاء الله. يلا شوف إيش طموحاتكم يا أيها الطلاب الحلوين والمميزين. طيب، هذه الورقة وأنت هات وأنت. طيب، عندنا عبد الله، ما شاء الله تحلم تكون طيار، الله يوفقك إن شاء الله. محمد يحلم يكون دكتور، الله يوفقك. يعني بصراحة الطلاب يعني مميزين، واحد يحلم دكتور وواحد يحلم طيار. أنت يا دكتور يعني ليش اخترت الدكتورة؟ مشان تخدم شعبك الله يوفقك. لما أنت يا طاهر، إيش كتبت؟ بتكون مذيع تلفزيوني؟ ما تعرفش تنطق كلمة مذيع تلفزيوني وتحلم تكون مذيع تلفزيوني؟ كيف تجي كذا يا طاهر؟ كيف تجي؟ أنت أنت كتبت مكان غير مكانك. لا يا حبيبي. المهم، طاهر أغبى واحد بالمدرسة، بيفكر يكون مذيع تلفزيوني. هكذا بعض الأساتذة للأسف يحطمون الطالب بيكتب طموحه وأحلامه، ربما تتحقق، ولكن بعض الأساتذة بيحطمك ويخليك تتخلى عن أحلامك وطموحاتك، وأنا واحد منهم، لا أخفى عليكم ذلك. أنا كنت أغبى واحد بالمدرسة. بينما يوم من الأيام الأستاذ كتب لنا واجب، قال لكل واحد بكرة يجيب الواجب محلول، واللي يقاله ما يقاله ضرب. المهم، كنت أغبى واحد بالفصل، فأجى الأستاذ: السلام عليكم. وعليكم السلام. فقال: يا أيها الطلاب، منكم حل الواجب؟ فأنا فعلا أغبى واحد، كنت أطالع في الطلاب حقي شمال ويمين، من الذي رفع يده؟ من شان أرفع يدي لأن أغبى واحد. فما أحس إلا بالضربة في الرأس، ضربة في الرأس قوية للأسف. يقول لي الأستاذ: تنتظر مين يرفع يده مشان ترفع يدك؟ وأنت ما حلتش الواجب؟ قلت له: والله يا أستاذ أنا كنت مشغول، وأنا كنت ألعب مهمل الدراسة بشكل غير طبيعي. كنت أشيل الدفاتر وأروح أدرس، أروح من المدرسة أرقم بالدفاتر ولا أعلم وينهن، لأن اليوم الثاني أجلس أدورهم مشان أشيلهم وأروح المدرسة. وكنت أتأخر
عن طابور الصباحي مشان ما يحرقونيش ويطلعوني ألقي كلمة أو أي حاجة على المسرح. فهذا خلتني أغبى واحد بالمدرسة. لا أخفي عليكم، الأساس ده بيرجموا لي كلام لما يخلوني أتعقد من الحياة. الحروف العربية ما عرفتها وتعلمتها إلا بصف الرابع. الصف الرابع أدينا الأول والثاني والثالث. المفروض أنهم يرجعونا أول، المفروض يرجعونا أول مشان يعلموني بحروف العربية بآيات من آيات القرآن الكريم، ولكن لا. يلا قدام ناجح ناجح ناجح، جيت صف رابع صف خامس شوية شوية بدأت أفهم وأتعلم الحروف العربية. أغبى واحد في الفصل، كنت أندب حظي، ولكن لا أخفي لكم بسبب بالظروف المعيشية والظروف القاسية كنت الله يعزكم أروح والحاذي حقي مقطعة، ملابس واحد فقير انقر. ولكن عندما صرت صف سادس وسابع تعلمت شوية كان لا أعرف كثير، لين وصلت صف التاسع ما قدرت أعدي صف التاسع خالص. قررت إني أغادر وأسافر. سافرت وأنا لا أعرف شيء. وصلت الغربة بأرض المهجر، أخذت لي جوال وتعلمت عليه وعرفت أكتب وأقرأ. إنما يوم من الأيام في أحد الأشخاص كتب بالفيسبوك أو نشر صورة، علقت عليها، شافها أحد أصحابي، يا أحمد امسح التعليق، أنت كتبت تعليق مش تعليق كويس، إيش فيه؟ أنا كتبت له منور. قال لي لا يا عم ما كتبت له منور، كتبت له مدري إيه. المهم مع الأيام والحمد لله اللهم لك الحمد، ذا الحين كنت أعرف أكتب. ذا الحين في راسي إني كنت يعني راسم خطة إني أكتب لماذا نأكل، إيش أعلف كتاب. في كتاب هناك كتاب معلف اسمه لماذا لا ننام، وأنا سوف أألف كتاب لماذا نأكل. الله عليك بصراحة أستاذ جيد. قولوا بالتعليق كيف أنا أستاذ جيد ولا أستاذ غير جيد. والسلام ختام، لا تنسوا الاشتراك والشير.